مساء الخير، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ مبدئيا انا اسفة على صوتي، انا عندي دور برد فصوتي مش هيبقى واضح شوية. دي فرخة 2 كيلو ونص بلدي. انا هنا كنت نقعيها. هنا كنت غاسلة كوبايتين ونص رز وبصلاية، وكان معايا فلفل اسمر وملح وكاري وبهارات فراخ. هنا سيحت حتة سمنة فلاحي، وهحط البصل، هي بصلاية كبيرة مقطعاها قطع صغيرة. مش هاخليها تاخد لون، انا حاجة بسيطة كده تشم ريحة النار يعني. وبعد كده هحط الملح والفلفل والكاري وبهارات الفراخ، هما دولت التوابل اللي انا هعملهم في الرز. تمام. بعد كده هحط الرز وهحط المية. انتوا عارفين ان الرز المصري بيتحط نفس كوبايته بالظبط مية. بس انا حطيت مية قليلة شوية بسيطة علشان انا ما كنتش عايزاه يستوي يعني سوا كامل. انا عايزاه يستوي في الفرخة، بس يعني سويته نص سوا او اقل من نص السوا كمان. انا هنا اهو بشوح البصل مع البهارات اللي انا حطيتها. كنت غاسلة كوبايتين ونص رز بلدي او رز مصري يعني. هشوحها كده وهقلبه تقلبتين اللي هو الرزاية تتشمع. وبعد كده هحط المية السخنة وهسيبه كده يستوي حاجة بسيطة يعني، أقل من الحاجة بسيطة كمان. وهطلع بقى شوية، هغرف شوية في طبق على جنب بره علشان أحشي بيه الفرخة. أتمنى تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس، وعلشان كل حاجة إن شاء الله أنزلها الفترة الجاية تجيلكم. أنا عارفة إن أنا ما بنزلش حاجات كتير، بس إن شاء الله إن شاء الله الفترة الجاية هنزل باستمرار. ادعولي انتوا بس. سبتها بالظبط أقل من 10 دقايق أو ربع ساعة. حتى انتوا تاخدوا بالكم ان الرز مش كله مستوي أصلا. هغرف بقى طبق حلو يعني مش وحش، اللي هو أحشي بيه الفرخة. ما حبيتش أحشيها جامد قوي رز علشان ما تفرقعش مني أو توقع الرز أو كده، فاهميني. أنا هنا بقى كملت الرز مية سخنة عشان يكمل سوا. الرز التاني ده هخليه يكمل سوا خلاص، اما الطبق ده انا سبته بره. هنا انا كنت مسيحه زبده في ميكرويف من بره. وهحط هنا فلفل اسمر وملح وكاري وتوابل فراخ وبابريكا وملح، وهقلب كويس في الزبده. دي التوابل اللي حطيتها في الزبده اللي هدهن بيها الفرخه من بره. تمام. هحشي الفرخة الأول الرز، وبعد كده أقفلها كويس. ممكن ت يعني تشنكليهم في بعض كده، رجلين الفرخة في بعض، أو تخيطيها بخيط، أو بالخلة بتاعة الشيش طاووق، وهي بصراحة كانت معايا فقلت أعمل بيها. فأنا هنا الفرخة كنت بنشفها كويس جدا بالمناديل عشان تشرب مني الصوص أو الحاجة اللي أنا عاملاها علشان تشرب منها يعني. وأنا آسفة إن أنا باعمل بإيدي، بس أنا حقيقي جرّبت ألبس كذا كذا مرّة gloves، بس ما كنتش بابقى عارفة أملك الدنيا يعني. هنا بقى إن أنت تفضل تدلّكها أصلًا آمم، علشان الصوص يدخل فيها حلو، فاهميني؟ يتعمل لها مساج يعني. هنا بدأت أحشيها بقى. هو المفروض أنا كنت حشيتها وبعد كده حطيت عليها الصوص، بس أنا كنت مستعجلة فكنت كده.
معلش سامحوني. بس هي كان طعمها حلو أوي، أوي، أوي فوق ما أنتم متخيلين، وكانت دسمة جدًا. اليوم ده أنا قُلت إن أنا مش هاقدر آكل منها غير مناب واحد. آآ أنا يعني أنا أكلت فيها كتير، كانت عاجباني أوي، بس هي كانت دسمة علشان الرز معمول بسمنة الفلاحي، وهي برضه مدهونة بالزبدة، بس في ناس بتحب الحاجات دي أوي. هنا أنا كنت باحاول أربط رجليها بخيط أو بسلك علشان يبقى شكلها حلو كده ورجليها مضمومة كده وبالتناس، بس فشلت، فهو كده على قد ما أقدر. وهنا أنا كنت مقطعة بصل وبطاطس وطماطم، وكان عندي 2 بالضبط آمم عَش الغراب أو mushroom زي ما بيقولوا أهو، شُفتوهم اللي أنا حطيتهم في الآخر دول، أنا باحبه جدًا. وهنا طبعًا عشان أنا ذكية لسه فاكرة أدهن الفرخة بالفرشة، فاهمة، يعني كان ممكن أعملها بالفرشة بدل ما كنت قاعدة بادهنها بإيدي وكده، بس معلش، معلش أنا قُلت لكم إن أنا وأنتم بنتعلم مع بعض، يعني استحملوني. هنا حطيت مَيّة سخنة علشان تسهّل أو تسرّع في السوا، وكنت مسخّنة الفرن أصلًا. أنا بقى ما رميتش البواقي بتاعة الصوص اللي أنا كنت عاملاه بالزبدة والبهارات، كنت حطيت بقى فيهم شوية مَيّة سخنين، وكنت كل شوية بافتح الفرن وأدهنها. كان طعمها خطير، خطير زي ما أنتم شايفين، والرز طبعًا اللي أنا سِبته يستوي، كان طعمها قمر أوي. أتمنى يكون الأكلة عجبتكم، والطريقة سهلة جدًا، جدًا. مستنية الsubscribe بتاعكم، وإن أنتم تفعّلوا الجرس، وإن أنتم تشيّروا الفيديوهات على طول، ويا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم. شكرًا، باي.